والله من أسود الأطلس إلى أسود إفريقيا، والبارح في الليل أسود العالم. هو من عام 2022 من كأس العالم الأخيرة. المغرب الحقيقة هي ملك إفريقيا. هي عام 22 وقت اللي وصلت الدور النصف النهائي قلنا ضربة حظ، نجم تكون ضربة حظ. قلنا ما شافوهاش، ما عاشوهاش، ما راوهاش كيفاش جايه، ولكن ظهروا انه المغرب قاعده تخدم خدمه كبيره ياسر. راهو مش سهل وبرا تجيبهم من برا، هذم وليدات صغار. معناها شوف، المغرب خطفتهم لفرنسا، خطفتهم لبلجيكا، خطفتهم لانجلترا، خطفتهم. واحنا وقت اللي عندنا كعبه شوف بالريق الناشف باش ينجموا نجيبوه باش يقبل وانه يلعب مع الفريق التونسي. معناها المغرب قاعد تعطينا درس ورا درس، ناس تخدم على رواحها. حتى كي يجيو المدربين الكل من عام 2020 الصغيرات الكل مدربين مغاربة. من عام 2020 نفس التكوين في نفس المركز، الكل اللاعبين متاع الفرق الوطنية المغربية عندهم استمرارية، عندهم رئيس جامعة. الحقيقة احنا يخوفنا برشا رئيس الجامعة المغربية اللي هو في الكاف، معناها سي فوزي لقجع، معناها انسان مسيطر تقريبا، يقول هو رئيس الكاف، لكن انسان يخدم مليح، انسان يحضر، انسان حط كل الامكانيات. وللامانه نقولوها راف، للامانه المغرب كدوله حطت كل شيء في الكوره، حطت كل شيء في كره القدم، لان كره القدم مش جابت لها تنظيم كؤوس افريقيا، جابت لها تنظيم كاس العالم، جابت لها يوريك انه الكوره تنجم تكون وسيله متاع استثمار، الكوره وسيله متاع السياحه، تجيب لك السواح. المغرب نظم كأس العالم للأندية، المغرب عمل كل شيء. المغرب اليوم في كرة قدم مرجع، ومرجع ماهوش عربي وافريقي هرب بينا الناس الكل حقيقة، كعرب وكافارقة، مرجع في العالم. تتقرر المغرب في العالم كيفاش السياسة متاع كرة القدم عندهم فعلا وصلت، وأنه ولات من عمالقة اللعبة، من عمالقة اللعبة في العالم. لا وكيفاش اللوكوموتيف ولات وكأنه كرة القدم قاطرة للاقتصاد المغربي، قاطرة للاقتصاد المغربي. وهذا بطبيعة الحال التتويج متاع البارح مع شكون؟ مع الأرجنتين اللي هز كأس العالم هذه 6 مرات. الأرجنتين اللي ما يلعبوا حتى حد. البارح المقابلة وفات بعد 29 دقيقة، 2 أهداف يتقراو، 2 أهداف روعة. المغرب فعلا نجم نقول أنه اليوم ملك العالم عن جدارة. نختار نهتراند لانه ما نجموش ما نفرحوش لاشقائنا في المغرب. المغرب تفوز البارح بكأس العالم تحت 20 عام بعد فوزها على الارجنتين 2-0. الارجنتين اكثر منتخب فايز ببطولة العالم فتحي في الفئة العمرية والسنية هذه. نحكي على منتخب مغربي فاز على فرنسا، فاز على البرازيل، فاز على الارجنتين. نحكي على منتخب مغربي فيه لاعبين اليوم القيمة التسويقية نتاعو في العمر هذا تقريبا تتجاوز 1.3 مليون اورو، 1.3 مليون اورو. هذا نحكيو قبل الدوره، راهو اليوم الفالور مارشاند نتاعهم الكل باش تزيد بعد الدوره. القيمه التسويقيه للفريق الكل تقريبا في 9 مليون اورو، متوسط 500 الف اورو كل لاعب. لاعبين جلهم في البطولات الاوروبيه، فما لفرنسا، موناكو، مارسي، فما لسويسرا، بلجيكا، في اندرلخت، في اسبانيا، في واتفورد، في انجلترا وغيره من البطولات الاوروبيه الكبرى، الى جانب 5 أو 6 لاعبين من البطوله المحليه. المغرب يؤكد اليوم فتحي فما خدمه، فما اللي يحكي على التكوين، فما اللي يحكي على ناس قاعده تخدم في البطولات، وعيون لا تنام مغربيه، كل تالو مغربي في شويه ضوء بلغتنا احنا من 12 13 14 يتفك باش يبدا حاضر لتعزيز صفوف المنتخب. وهذه زاده خدمه فتحي قداش ملاعب اذا علينا احنا في تونس. النتيجه اليوم المغرب بطل العالم اقل من 20 سنه. كلمه مفتوحه. والله من أسود الأطلس إلى أسود إفريقيا، والبارح في الليل أسود العالم. هو من عام 2022 من كأس العالم الأخيرة. المغرب الحقيقة هي ملك إفريقيا. هي عام 22 وقت اللي وصلت الدور النصف النهائي قلنا ضربة حظ، نجم تكون ضربة حظ. قلنا ما شافوهاش، ما عاشوهاش، ما راوهاش كيفاش جايه، ولكن ظهروا انه المغرب قاعده تخدم خدمه كبيره ياسر. راهو مش سهل
وبرا تجيبهم من برا، هذم وليدات صغار. معناها شوف المغرب خطفتهم لفرنسا، خطفتهم لبلجيكا، خطفتهم لانجلترا، خطفتهم. واحنا وقت اللي عندنا كعبه شوف بالريق الناشف باش ينجموا نجيبوه باش يقبل وانه يلعب مع الفريق التونسي. معناها المغرب قاعد تعطينا درس ورا درس، نستخدم على رواحها. حتى كي يجيو المدربين الكل من عام 2020 الصغيرات الكل مدربين مغاربة، من عام 2020 نفس التكوين في نفس المركز، الكل اللاعبين متاع الفرق الوطنية المغربية عندهم استمرارية، عندهم رئيس جامعة الحقيقة احنا يخوفنا برشا. رئيس الجامعة المغربية اللي هو في الكاف معناها سي فوزي لقجع، معناها انسان مسيطر تقريبا، يقول هو رئيس الكاف، لكن انسان يخدم مليح، انسان يحضر، انسان حط كل الامكانيات. وللامانه نقولوها راف للامانه، المغرب كدوله حطت كل شيء في الكوره، حطت كل شيء في كره القدم، لان كره القدم جابت لها تنظيم كؤوس افريقيا، جابت لها تنظيم كاس العالم، جابت لها يوريك انه الكره تنجم تكون وسيله نتاع استثمار، الكوره وسيله نتاع السياحه، تجيب لك السواح. المغرب نظم كاس العالم للانديه، المغرب عمل كل شيء. المغرب اليوم في كره القدم مرجع، ومرجع ماهوش عربي وافريقي هرب بينا الناس الكل حقيقه كعرب وكافارقه، مرجع في العالم، تتقرر المغرب في العالم. كيفاش السياسه نتاع كره القدم عندهم فعلا وصلت وانه ولات اقتصادية من عمالقة اللعبة، من عمالقة اللعبة في العالم. لا وكيفاش اللوكوموتيف ولات وكأنه كرة القدم قاطرة للاقتصاد المغربي، قاطرة للاقتصاد المغربي. وهذا بطبيعة الحال التتويج متاع البارح مع شكون؟ مع الأرجنتين اللي هز كأس العالم هذه 6 مرات، الأرجنتين اللي ما يلعبوا حتى حد. البارح المقابلة وفات بعد 29 دقيقة 2 أهداف يتقراو، 2 أهداف روعة. المغرب فعلا نجم نقول انه اليوم ملك العالم عن جدارة، ملك العالم عن جدارة. مبروك لاخواتنا المغاربه، نتصوروا الفرحه اللي عايشينها. كان احنا امبارح منتخبنا وصل للنهائي وهز، معناها كانت تكون فرحه هستيريه. دونك نتصوروا اليوم الفرحة اللي قاموا عليها الأشقاء في المغرب. مبروك لكل المغاربة في العالم هذا التتويج، من حقنا نفرحوا لهم ومن حقنا زاد نغيروا. ناصر بعدت برشا علينا المغرب كما بعدت علينا زاد الجزائر. ما نعرفش كي نقرا اليوم ونشوف النتائج بتاع فرقنا في الكؤوس الافريقيه، مثلا نهزك نحكيو على الموضوع في نفس الاطار، نحكيو على هزيمه الاتحاد المنستيري، هزيمه للنجم الساحلي فريق نيروبي يونايتد الكيني، الملعب التونسي ينهزم في المغرب مع اولمبيك اسفي، والاتحاد ينهزم امام الشبيبه القبايل في تونس في الطيب المهيري، باستثناء الترجي 3 هزائم. الترجي انتصاره ماهوش مفاجئ لانه من خلينا نقولوا بكل صراحه من عمالقه القاره توا سنوات مكانه موجود. الادوار الذيه بالنسبه للترجي هي مقابلات وديه، ولكن بقيه الفرق تلقى في صعوبه كبيره في المقابل. تلقى جارك، تلقى المغرب اليوم يسيطر على القاره، يسيطر على العالم، نصف نهائي كاس عالم، اليوفا فايزين بكاس العالم. علاش ضيعنا برشا وقت ناس؟ والله بالنسبه لي انا رفيق اللي نحكيو عليه في كره القدم اليوم، كره تتطلب تخطيط، امكانيات. وقت اللي تتحط الامكانيات وتتحط الظروف وتوجد تخطيط تنجم توصل الاهداف نتاعك، على خاطر ما فما حد شيء يجي من باب الصدفه. اليوم المغاربه ظل عندهم سنوات منذ معناتها توجد السونتر تاع محمد السادس، معناتها فما خدمه كبيره صارت، كانت فما تمشي واضح بالنسبه للمغاربه، عملوا على الصغار نتاعهم انهم اليوم جل ملاعبيه الشبان نتاعهم اللي ينشطوا في البطولات ولا مولودين بجنسيه مزدوجه ما بين المغربيه وجنسيه اخرى تم استقطابهم. اليوم المنتخب المغربي قاعد يجني في ثمار المجهودات الكبيره والعمل المتواصل. وزاد كيف السلطه اللي وصلت في وقت من الاوقات، السلطه الرياضيه نحكي انا فوزي معناتها لشقع بالنسبه لي انا المستوى اللي وصل له، ولا عنده هيمنه كبيره سواء في الفيفا سواء في الكاف. هذوما كلهم اليات يخليوا الفرق المغربيه. العلاقات والكواليس ناصر تنجم تدز معك في ماتش، تدز معك في ما توصلكش للعالميه، لكن تعطيك حاجه لكن تعطيك حاجه اخرى. اليوم وقت اللي تكون قريب للفيفا تعطيك امكانيات باش تزيد تطور حتى البنيه التحتيه نتاعك. راهو زاد كيف الفيفا على خاطر عندها برامج رياضيه في تطوير الرياضه
الرياضه في افريقيا بصفه عامه، وقت تكون قريب تعطيك مجال وتعطيك امكانيات وتعطيك انفراستركتور وتعطيك امكان ناس باش تطور لك الافكار نتاعك زاد يدخل بعين الاعتبار. بالنسبه لي انا الفرق التونسيه نتاعنا بالحق هي كما قلت انت نبداو باتحاد المنستير اللي يوم الجمعه معناتها كانت مباراه. عموما الناس ماناش نحلوا 3 مقابلات، اما عموما واقع كورتنا ولينا نهزموا مع فرق ما نعرفوهمش. نحكيو على ليتوال اليوم تخسر مع نيروبي يونايتد كيني، المستير تخسر مع شبيبه القبيل، ولو انه شبيبه القبيل من الفرق اللي عندها تاريخ كبير في الجزائر. كيف نحكيو الملعب التونسي رغم مقابله محترمه ينهزم مع اولمبيك اسفي. كي نرجعوا للسنوات فرقنا شكون قاعد يخلط لليبول، شكون قاعد يتعدى للدومي فينال، شكون كان فما الترجي عمل موسم استثنائي فبها سينون كل المشاركات تحت المطلوب تقريبا. اللي تحكي على الترجي الفريق الوحيد اللي في تونس ظهر لي عنده 56 انتصار خارج الميدان نتاعو، باش تنجم تفهم الامباكت نتاع الترجي والمشاركات نتاعو معناتها قاريه اللي كانت مسترسله معناتها خلات الفريق ديما متواجد. اليوم انك عندك 56 انتصار يكون خارج الملعب نتاعك ما نجمش يكون رقم معناتها عادي بالنسبه لي انا، ويأكد مره اخرى زاد كيف انه الكره نتاعنا بالحق عندنا برشا مشاكل معناتها من ناحيه الانفراستركتور والامكانيات، وبالرغم انه انا نشوف الملعب التونسي كان والخدمه زاد ناس، والخدمه مش حتى انفراستركتور لا والخدمه. نعاود نرجع نقول لك شوف شكون يكون في لي جون في الفرق التونسيه الكل نتاع الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. شوف شكون يمشي يديتكت شكون عنده سيلول دو ريكروتمون اليوم وعنده علاقات كبيره، جمعيات كل واحد باش يجيب بارير باش يجيب بيفو باش يجيب افونسونتر. هما عايشين على عين المكان، يعرفوا شويه كوره لازم فما منهم يقولوا يا رفيق يجا بربي راهو عندنا زوز وليدات لهنا ويمشيوا لهم. هكايا راهي المغرب قاش قاعده تعمل كلهم نقولوا احنا لا يلعبوا لبرا، ايش يلعبوا لبرا شكون؟ ولاد المغرب يحملوا الجنسيه المغربيه. مبروك لهم 1220 ألف مليون مره، وان شاء الله احنا اللي بلهم يرشنا. راهو اللي يزرع يا راف يحصد. احنا رانا كنا باش نحصدوا قبل مرات محجوب. طب ترجع لك التاريخ كبير، عملنا فريق كبير لكن وينه؟ في الجونيور وكها وقفنا يا خويا مبروك عليهم، وان شاء الله احنا نعملوا اللي يعملوهم. صديقنا مهدي يقول يا راف 3 لاعبين يلعبوا في المغرب ولا 5. مشكله التكوين عند الكل. احنا ما قلناش هذا البرودوي نتاع التكوين، ولكن حتى تمشي ديتكتي لي تالون نتاعك راهي هذيك خدمه معناها واستراتيجيه محطوطه سنوات باش تخلط تفك الجوارات الكل. ما تفكهم لكش هولندا، ما تفكهم لكش فرنسا، ما تفكهم لكش ما نعرفش انا اسبانيا، وتلقى عندك البيبينير هذه الكل فتحي باش تسبيها كاس العالم. مبروك على المغاربه، مبروك على اخوتنا. كلمه زياده احسن ملاعب راهو هو مغربي عثمان معمع، طوله 1.82 متر من مواليد 2005 وتو مازال كي مشى لواتفورد. معناتها باش تفهم زاد المغرب زاد عملت استحقاق. كي تشوف اللاعب هذا جناح ايمن الارقام الكل تولد في مونبولييه، معناتها لعب في مونبولييه وتوا الصحف الكل تحكي عليه بالايجابي. الرجل عمره 20 سنه، طوله 1.82 ورابيد وبيرتينون في الاطراح ودريبل وكل هذا جوارات ما عادش نراو منهم. وبربي كلمه عن الناصر اللي قال ما حضرناش شكون في الكاف. نحن في يوم من الايام كان عندنا طارق بوشماوي، وللاسف التوانسه كسرت طارق بوشماوي اللي كان باش يوصل لمرحله خاطر عندها قيمه الكواليس. مع احترامنا بيان سور وطارق بوشماوي ما يشك حتى حد في مكانه الرجل وفي قيمته التسييريه وكذا. مش وصول طارق بوشماوي هو اللي باش يعطيك ملعبيه على التيران. ما ندويش نحكيو في مشاكل غلطه، ينجم يدافع عليك باش ما يغربكش اربيتر باش كذا. اما هل عندك انت اليوم جوارات تنجم تخلط بيهم فينال كوب دي موند؟ المنتخبات الشبان نتاعنا عندنا وين ما نعرفوهمش حتى وين ماشيين، شو قاعدين يعملوا، تالمو بعاد على النتائج الايجابيه. دونك المغرب اليوم ناخذوا منها العبره، ناخذوا منها الدرس. ديجا بور لا مونتاليتي راك تنجم بمريولك انت بملاعبيه ولادك تقارع كبار اللعبه. معناها هذا اكدته المغرب في السنيور وفي الايفا. مبروك على الاخوه المغاربه، احنا ما نترشحوش حتى نهائيات كاس افريقيا، ما نترشحوش في الصغار حتى نهائيات. ما تقوليش مسؤول في الكاف ومسؤول في الفيفا. اليوم كي تسمعوا المغرب قبل ما نخرج فاصل بربي وصلت للعالميه، ما نعرفش بعيد على الكوره، يعطيك حلم. عندك حلم نتاع عالميه حاتم تحب تمشي له، يخليك تامن تنجم، عندك حاجه تحب تمشي لها لشيل انترناسيونال. توج المنتخب الوطني المغربي للشبان بلقب كأس العالم، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. وجاء هذا التتويج بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب الأرجنتيني في المباراة التي جرت أطورها بالعاصمة الشيلية سانتياغو، وعرفت المباراة انتصارا مهما
للكاتبة الوطنية بهدفين مقابل لا شيء سجلهما المهاجم ياسر الزبري، والذي تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق ضربة حرة بطريقة رائعة للغاية، قبل أن يعود ليسجل الهدف الثاني بعد مجهود فردي من الجناح معمى، والذي تم اختياره أفضل لاعب في المسابقة. وبهذا التتويج أصبح المنتخب الوطني المغربي أول منتخب عربي يتوج بلقب كأس العالم للشبان، كما أصبح ثاني منتخب إفريقي بعد إنجاز غانا 2009. فمبروك للعناصر الوطنية وبقيادة المدرب الداهية محمد وهبي الذي صنع فريقا رائعا للغاية تمكن من التتويج باللقب العالمي في إنجاز تاريخي.